يا مساء الهنا والسعادة على عيونكم يا احلى متابعين في الدنيا. بصراحة بقى انا عذراكم جدا لان كل طرق الكرواسون صعبة ومعقدة. من النهاردة هنعملها في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وكمان مقاديرها مفيش ابسط من كده. يلا بينا نقول المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب ربع كوباية من المية الدافية، هنضيف عليها معلقتين من السكر ومعلقة من الخميرة الفورية او الخميرة البيرة، وهندوبهم كويس جدا وهنركنهم على جنب. هنحضر بقى المواد الجافة لحد ما الخميرة ما تتفاعل. هنحتاج 4 كوبايات من الدقيق، كمان هنحتاج رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وبضاية بدرجة حرارة المطبخ، وهنقلب المقادير دي كلها كده مع بعض. هضيف كمان الخميرة بعد ما اتفعلت. واحنا بنعجن بقى هنجيب جنبنا كده ربع كوباية من الحليب او اللبن الرايب ايا كان، الاتنين هيدوا نتيجة كويسة جدا. وهنقلب لحد ما العجينة ما تتلم معانا. طبعا لو السوائل طلعت زيادة هنضيف دقيق تاني عادي، مش مشكلة. كل حاجة وليها حل، كل حاجة في ايدينا. يعني لو العجينة طلعت منك بتلزق جدا هنضيف دقيق، طلعت ناشفة معاكي ومحجرة كده ومش بتمشي في ايديكي هنضيف طبعا الحليب او المية. تمام، بس اهم حاجة يكونوا دافيين. بعد ما لمينا العجينة هنجيب حوالي معلقتين من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، تكون طرية كده زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ ان احنا نقلب العجينة. تلاقوا العجينة اول ما هتحطي عليها الزبدة بتفك كده منك وبقت يعني مقطعة كده عادي. من كتر ما انتي ما هتعجني فيها هتتلم وهتبقى كويسة جدا. ما تروحيش تجري وتضيفي عليها دقيق، لا خالص، هي كده مش محتاجة دقيق ولا محتاجة اي حاجة. هسيب العجينة ترتاح وتخمر شوية، يعني حوالي كده نص ساعة او ساعة الا ربع. اول ما العجينة ما هتخمر هنرش كده رشة دقيق على السطح اللي احنا هنشتغل عليه، وهنبدأ ان احنا نفرد العجينة. هبدأ ان انا المها زي ما انتوا شايفين كده وهحطها على الدقيق. اهم حاجة نحط دقيق علشان بس ما تلزقش. هفرد فيها لحد ما اوصل للشكل ده. طبعا انا كنت عاملة زبدة وحطاها في كيس وفردتها وخليتها بالشكل ده ودخلتها تاني الفريزر لحد ما بقت تلج. وهبدأ ان انا اطبق العجينة كلها على بعض. كل اللي انا بعمله ان انا بطبق العجينة، افرد واطبق لحد ما بقت بالشكل ده. هغطيها بكيس وهغطيها كمان بفوطة من فوق علشان ما تنشفش، وادخلها التلاجة حوالي 3-4 ساعات. طبعا بقى انتوا شفتوا طرق كتير والطرق التانية دي معقدة جدا، بيدخلوها التلاجة على كذا مرة. انا بقى هدخلها التلاجة مرة واحدة بس. واللي هيجرب الطريقة دي مش هيلاقي اختلاف ما بين انك تدخليها التلاجة على فترات وما بين انك تدخليها التلاجة مرة واحدة، وهي نفس النتيجة. فليه بقى ان احنا ناخد وقت وناخد مجهود والكلام ده كله، ان احنا ممكن نعملها في خطوة واحدة بس. دلوقتي بقى هبدأ ان انا افردها مدورة. طبعا ممكن ان انت تعمليها مستطيلة، بس انا حبيت ان انا اعملها مدورة زي ما انتوا شايفين كده. وهحاول ان انا اقطعها، وطبعا التقطيع على حسب اختياركم. في هعمله يكون حجمه كبير، وفي هعمله هيكون حجمه وسط كده. شايفين ما شاء الله. لو هتاخدوا بالكم ان هي معمولة زي طبقات كده ومورقة. هبدأ ان انا بقى الفها زي ما انتوا شايفين كده وبقسمها من النص. هجيب صاج وهدهنه بدهنة بسيطة كده من الزيت، وهبدأ ان انا احط فيه الكرواسون.
هخلص الكمية كلها. طبعا ده اللي هو حجمه صغير، قسمتها على 2 زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها لحد ما تخمر، يعني هسيبها حوالي نص ساعة، مش هسيبها اكتر من كده. وبعد كده هدهنها بقى بحاجة كده خطيرة وبجد بتخلي لونها روعة. لو انتي بقى مش عندك بيض، او لو انتي ما بتحبيش تحطي على المعجنات بيض علشان ريحة الزفارة، في بديل بقى وبيخلي ريحتها روعة، والبديل ده موجود في كل بيت. هجيب شوية لبن صغيرين، عليهم حوالي كده نص معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان، وهبدأ ان انا احطها على الكرواسون من على الوش. ممكن ان انتي تستخدميها في اي نوع من المعجنات، حلوة جدا بديل البيض. هشغل الفرن على درجة حرارة 180. هحطها في الرف الوسطاني، مش بشغل الشواية نهائي في المعجنات، وكمان مش هنفتح الفرن عليها نهائي، مش هنفتح الباب نهائي علشان كلها تبقى واخدة لون كده موحد. هتقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة، برضو مش هنسيبها اكتر من كده. اللهم بارك، ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. من الاخر حاجة كده تستاهل التجربة، وبصراحة ما يتشبعش منها نهائي. شايفين مورقة ازاي ولونها بجد خطير. هقول لكم بقى على تركاية بجد بتخلي شكل المخبوزات حلو جدا، بتدي المخبوزات طعم ولون وشكل ولمعة كده روعة. هجيب معلقة من العسل النحل وهبدأ ان انا اوزعها من فوق كده على المخبوزات. شايفين شكلها حلو ازاي، بتدي لمعة بجد خطيرة ما شاء الله. شكلها من جوه عامل ازاي، مفرغة ومورقة، حاجة كده في منتهى الروعة. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعة النهاردة. يا رب تعجبكم، واللي يجربها يكتبلي في التعليقات. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.